فريق المسرحية. مسرحية اسم كبير. مسرحية فريق المسرحية. مسرحية من تاني كوميدي درامي اجتماعي، والعرض بتاعنا يوماتي وبفكرة جديدة راجعين. ركز هنا وبلاش تسرح، شوف عملنا واحكم ايه، فني كوميدي صعيدي ومسرح. هي الكاس دي زباله هنا اللي في الصندوق يا عمي. يعني يا خالي يعني جت على كيسان على جديد، يعني كل اللي هيجي يرمي هنا خلاص، ما هو هناك الصندوق. يعني حجز بلده كله جت على كيسانين. ايوه ده بالمساهي لازم كل اللي يجي يقول بس على كيسانين. يعني هو كيس اللي مساعدك انت؟ ايوه طب هات الكيس. هات الكيس يا عم، خد روح ارمي هناك. عادي لو حكم عليه يا عمي ماشي. وبعدين كل واحد بص لازم الواحد يبتدي بنفسه الاول عشان البلد دي تنضف. انا اقول لك انت تقول لي لا ما هننظف نفسينا ويجيبوا ناس من بره تنظفنا. خلاص يا ابو حكم عليها ناس يا عم انت حقك علينا ما تزعلش، بس اقول لك اوعى ترمي انت وماشي. لا خلاص هطير وراكم. لا خلاص كده خلاص هترمي انت وماشي بالتوك توك، انا عارف رقمه. رقم واحد اشوح على الصندوق بغلس عليه. يا استاذ يا باشمهندس يا راجل حرام عليك، ما تفنيش بجلس وتعبان. يعني المنديل دي في صندوق اهو وفي صندوق هناك، ربنا كتر من الصناديق. ما كنتش هتخس حته لو حطيته في الصندوق، ولا لو ما جبناش صناديق تقولوا فين رئيس مجلس المدينه وفين مجلس المدينه. الراجل قايم بواجبه وزياده، وانتوا زي ما انتوا برضه. رئيس مجلس المدينة ده فوق عنا وراسنا، انت شغلانتك ايه مش كناس تكنس وراك. كتر خيرك يا ولد، كتر خيرك يا ابوي مالك ما تزعقوا ليه؟ يا ابو العم مشهد عليني، ده شغلانته يا ده راجل موظف في مجلس المدينه. يعني شغلانته يا اكنس وراي. ايوه كناس هذيك انت اللي قلت كالناس، يعني زيه زي الناس، فاهم؟ يا ابوي هو شغلته يلم المناديل وراي زيه زي الناس. انت تاخد المنديل دي تتنظف نفسك، تبدا بنفسك، خليك نظيف لنفسك، مش اللي هو مش هيجي ينظفك ببيتكم. روح على ده، ربنا يفتح عليك ويديك الله يساعدك يا خال، ربنا معاك يا خال، الله يساعدك. فتحت عيني على حاجات، انا اسف يا خال. ولا يهمك يا ولدي، ولا يهمك. احنا يعني احنا هنستفاد ويا نفسينا، هذه ما احنا نفرح انه البلد تبقى نظيفه وكنا هي دي مصر اللي احنا عايزينها، نحموا نفسنا من الامراض. روح يا ولدي ربنا يهديك. شكرا شكرا. يا بنون بس يلا توكل على الله. دقيقه مدينة البلينة للاهتمام بالنظافة، واحنا عملنا حملة دخلنا في مدينة البلينة مكبس حمولته يعني 100 طن، لأن هو 20 وكبسه 5 يدينا 100 طن. وفي عندنا مجموعة من الحاويات يوصلوا ل 180 حاوية، منهم استلمنا حاليا دلوقتي 74 موجودين، وإن شاء الله في خلال شهر هنستلموا الباقيين. فأنا أناشد الشباب وأهل البلينة الاهتمام بالنظافة، واللي معاه أي مخلفات يحطها في الصندوق. والرجل الكبير اللي هيشتغل في الشارع ده احنا ده أخونا وابننا ووالدنا، فالاهتمام بالنظافة دي عملية مهمة، ودي ثقافة الشعوب الاهتمام بالنظافة. وأنا عايز برضو الناس تعاون مع العمال، ونفسي الجمعيات
زي جمعية الشبان المسلمين وجمعية الكتاب المقدس يتعاونوا معانا في النظافة دي. واحنا شاكرين مجهود الشباب وربنا يبارك فيكم ان شاء الله. شوارع النيل عليها مجموعة من الحاويات، ونفس القصة في شوارع التحرير وشارع المجلس المديني وشارع الجمهورية. فأنا الاهتمام بالنظافة ده عنوان لبلدنا، وبفضل الله احنا دخلنا أفضل مدينة على مستوى المحافظة، وداخلين على أفضل مدينة على مستوى الجمهورية، 27 مدينة. احنا هنتنافس إن شاء الله بإذن الله ناخدوا مركز متقدم إن شاء الله بإذن الله، مش عشمانين في المركز الأول بس ناخد إن شاء الله مركز متقدم منه. وأنا عايز برضو الناس تعاون مع العمال، ونفسي الجمعيات زي جمعية الشبان المسلمين وجمعية الكتاب المقدس يتعاونوا معانا في النظافة دي. واحنا شاكرين مجهود الشباب وربنا يبارك فيكم ان شاء الله. اشكر فريق المسرحيه وشباب زي الفل وربنا يبارك فيكم، وعايزين مجهودكم في مليون صحه برضه معانا كده ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عاصم مرزوق محمد، مدير اداره البناء التعليمي. طبعا سلوك النظافه ده سلوك يكون لدى الشعب. احنا كاداره تعليميه بنورث السلوك داخل الطلاب بدايه من رياض الاطفال حتى مقتبل العمر، طبعا نهايته من التعليم. اقوى شخصيه او اقوى حاجه ما يتعاملوا بها الاطفال تتعلم سلوك النظافه، بيطلع انسان في المجتمع سوي. واحنا الاطفال عندنا في المدارس نظام معين للسلوك، نظافه، سلات، حاجات كويسه، ما بيرميش حاجه في الارض، بيجمع الكلام ده في الحاويات، والحاويات دي في مجلس المدينه ياخذها من المدارس. فده لا يرهق التعليم، الا احنا بنساعده برضه. التعليم ده بينظف كل حاجه، الاطفال يتعلموا السلوك من البدايه، وهم طبعا يعني ايه ده غرس سلوك عندنا احنا في التربيه والتعليم. التربيه والتعليم عليها الدور الاكبر في عمليه غرس النظافه الشخصيه والسلوك البيئي. احنا ان شاء الله ماشيين على نفس المنهاج وعلى نفس الطلاب ان شاء الله ماشيين فيه باذن الله تعالى، وربنا يوفق. ومساله النظافه دي مكتمله بجميع اركان المركز وجميع الهيئات كله يتعاونوا مع بعض، واحنا مقدمين كل الدعم لكل الجهات المعنيه. التربيه والتعليم تقدم الدعم للنظافه في كل اي حاجه. احنا مستعدين لاي خدمات واي حد في المساعده، احنا معاكم ان شاء الله باذن الله. ونرحب بالفريق المسرحي لاهتمامه بأحد القضايا الأساسية والمرهقة لجميع البلاد، اللي هي القضاء على القمامة والتعامل معها. نشكركم جميعا، بارك الله فيكم.